كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. عنوان الفيديو النهاردة هو 7 غلطات بلاش تعملهم في رمضان. أنا عمرو نبيل الطنيخي وأهلا بيكم في فيديو جديد. 1. بلاش تاكل سكريات وحلويات بكميات كبيرة وقت السحور، لأن أنت لما تيجي تاكل الجلاش أو القطايف أو الكنافة أو أي حاجة من الحلويات دي بكميات كبيرة، فده هيزود نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ، وردة فعل جسمك على زيادة السكر دي إنه يبدأ يفرز من الأنسولين بكميات كبيرة، فترجع تاني نسبة السكر تقل في جسمك وتحس بالجوع وأنت لسه في أول اليوم بتقول يا هادي. فلو هتاكل سكريات أو حلويات خليها بعد التراويح وبلاش كميات كبيرة. 2. بلاش تاكل مخلل أو أي أكل تاني فيه نسبة ملح عالية على السحور، عشان ده هيزود من إحساسك بالعطش وقت الصيام. ورقم 3 يا صديقي، يفضل ما تشربش قهوة أو أي مصدر تاني للكافيين وقت السحور، لأن الكافيين هيزود من كمية البول وبالتالي جسمك هيبدأ يفقد سوائل، وده ممكن يخليك عطشان وقت الصيام. فلو عايز تشرب قهوة أو شاي أو أي مصدر تاني للكافيين يفضل يكون قبل السحور بعدد ساعات كافي. ورابع حاجة، بلاش تاكل بطاطس محمرة أو فلافل أو أي أكل فيه كمية زيوت عالية على السحور، لأن ده ممكن يزود من نسبة ارتجاع المجيء ويعمل لك ألم وحرقان وعدم راحة في المنطقة دي وأنت لسه في بداية الصيام واليوم معاك لسه طويل. ورقم 5 ودي بقى متعلقة بالفطار نفسه، بلاش تاكل كميات اكل كبيره على الفطار، يعني بالهداوه واحده واحده، بلاش تكون مفترس شويه في الاكل، لان انت لو اكلت بكميات كبيره هتيجي بعد الفطار هتحس بالكسل وبالتعب وبالارهاق وهتكون عايز تنام، واحنا ورانا صلاه تراويح مش عايزين كسل. كمان الاكل بكميات كبيره بيأثر بالسلب على صحه الجهاز الهضمي وعمليه الهضم، ممكن يسبب لك انتفاخ وعدم راحه بعد الاكل واحساس بالترجيع. ده غير كمان ان الاكل بكميات كبيره على مدار الايام ممكن يسبب لك زياده في الوزن. الغلطة اللي بعد كده وهي الإهمال في أكل الخضار والفاكهة على مدار شهر رمضان. الخضار والفواكه مصادر مهمة للفيتامينات والمعادن اللي جسمك بيحتاجها، كمان الخضار والفواكه مصادر مهمة للألياف اللي بتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وبتقلل من نسبة حدوث الإمساك. واخر غلطة معانا وهي قلة شرب المية خلال شهر رمضان في الساعات اللي بتكون من بعد الفطار لحد السحور. قلة شرب المية يا صديقي ممكن تزود من نسبة حدوث الصداع والامساك والتعب والارهاق وبتقلل من ادائك الذهني والبدني، وعشان كده اشرب مية باستمرار في الوقت اللي بيكون من بعد الفطار لحد السحور. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في فيديو جديد.